انت اكيد في يوم صحيت من النوم لقيت الانترنت مفصول او شغال ببطء يخليك ترجع لايام الدايل اب، وسالت نفسك السؤال اللي كلنا بنساله: ايه احسن شركه انترنت في مصر؟ ويا ترى هي وي ولا فودافون ولا اورنج ولا اتصالات؟ في الفيديو ده هنجاوب على السؤال بطريقه مختلفه، بالارقام والتجارب والمقارنات الحقيقيه. خليك معايا للاخر علشان تعرف مين الافضل في 2025. في مصر عندنا 4 شركات رئيسيه بتقدم خدمه الانترنت الارضي. عندنا وي، وهي الشركه الحكوميه والمهيمنة على البنية التحتية. فودافون، وهي شركة اتصالات قوية ومعروفة بخدمة عملاء كويسة. وعندنا أورنج، بتنافس بقوة وعندها عروض كتير. وعندنا شركة اتصالات وبتتميز بخدمة عملاء سريعة وسرعات مستقرة. والنهاردة هنقارن بين 5 نقاط رئيسية وهنشوف التقييم النهائي. تعالوا نبص على السرعة الفعلية للمستخدمين بيشتكوا منها أو بيمدحوا فيها. في شركة وي السرعة في بعض الأماكن ممتازة جدا، خصوصا لو البوكس قريب منك، لكن في مناطق تانية كتير فيها مشاكل تقطيع. في فودافون الخدمة مستقرة بنسبة كبيرة والسبيد تيست بيطلع نتائج كويسة خاصة في القاهرة. أما شركة أورنج فبتديك السرعة اللي متفق عليها فعلا، لكن ساعات بتبقى أقل في وقت الذروة. وشركة اتصالات في بعض المناطق بتدي أعلى أداء بس مش متوفرة بنفس قوة الباقي في كل المحافظات. حسب آخر تقرير من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركة اتصالات وشركة فودافون هما اللي متصدرين السرعة الفعلية. طيب خلينا نتكلم عن المشاكل. النت بيفصل، الراوتر بيعيد تشغيل نفسه، ده بالظبط بيحصل مع مين؟ لو قلنا شركة وي، للأسف في شكاوي كتير في انقطاع الخدمة، خصوصا لما يحصل عطل في السنترات، وهنا في سبب هنقول لكم عليه في الآخر. اما في شركه فودافون فالخدمه مستقره جدا، قليل قوي لما يحصل فصل. وفي شركه اورنج بتحاول تثبت وجودها لكن في مناطق فيها مشاكل. اما شركه اتصالات ممتازه في الاستقرار في بعض المناطق وخصوصا في المدن الجديده. الاستقرار بيرجع على حسب منطقتك، بس عموما شركه فودافون هي الافضل في النقطه دي. ومن هنا ننتقل لنقطه تانية مهمه جدا، وهي خدمة العملاء. مين فيهم بيرد بسرعة ومين بتحس انه بيشتغلك؟ في وي الرد بطيء والدعم الفني مش دايما بيحل المشكلة. في فودافون بتكون من اسرع الشركات في الردود وحل المشكلة. في شركة اورنج بتحاول تبقى سريع لكن بيبقى فيه تفاوت حسب الفرع. وشركة اتصالات فيها دعم فني ممتاز وسريع وناس كتير بتشكر فيه. وهنا شركة فودافون وشركة اتصالات بياخدوا نقطة كبيرة. فلو جينا نقارن بين الأسعار والباقات، وي عندها أرخص الأسعار رسميا بس السرعة مش دايما ثابتة. في شركة فودافون بتبقى أغلى شوية لكن بتديك جودة. وشركة أورنج أسعارها متوسطة وعندها عروض مؤقتة بس كويسة. شركة اتصالات أسعارها أعلى من وي لكن بتقدم عروض وخصومات لو بتدفع مقدم. فلو بتدور على الأرخص فهي شركة وي، لو بتدور على القيمة مقابل السعر ففودافون أو اتصالات. ومش هقدر اقول اي اسعار لان الاسعار بتتغير باستمرار. ومن هنا حابب اكلمكم عن نقطة قلت لكم هقول عنها في اخر الفيديو، وهي ان ليه في دايما مشاكل عند شركة وي. شركة وي هي الشركة الحكومية واللي تعتبر معاها الخط الارضي ومش مع اي شركة تانية. حتى لو كان مع اتصالات فهي اتصالات واخدة نسبة ضئيلة جدا من شركة وي، وفي الاخر اللي بيتعامل على الخطوط الارضية هما الفنيين بتوع شركة وي. شركة وي عندها 70% من الانترنت في مصر كلها، فلو 10% بس اشتكوا فالشكاوي هتبقى كتير. فعلشان كده دايما بنشوف شركة وي الناس بتشتكي منها، ولكن لو اي شركة تانية معاها نفس النسبة اللي مع وي فهيبقى عندها شكاوي اكتر بكتير. وفي النهاية احسن شركة انترنت في مصر هتعتمد على مكانك واحتياجاتك. عايز ارخص سعر؟ روح لوي. عايز سرعة وجودة؟ روح لفودافون. عايز دعم فني ممتاز؟ هيبقى شركة اتصالات. عايز عروض مستمرة؟ هيبقى شركة أورنج. ولكن عايزك تاخد بالك من حاجة، أحيانا لو أنت واخد الخط الأرضي من وي والإنترنت من أي شركة تانية والإنترنت حصل فيه مشكلة، بتروح للشركة بتاعتك يقولك أصل المشكلة في التليفون الأرضي. ارجع لشركة التليفون الأرضي واللي هي شركة وي. ترجع لشركة وي يقولك مش التليفون فيه حرارة، ارجع لشركة الإنترنت. ويفضلوا يحيروك لحد ما الخدمة ترجع تشتغل من تاني أو ممكن ما تشتغلش. ولكن لو انت مع وي فهي الشركة مسؤولة تحل لك مشكلة التليفون الأرضي ومشكلة الإنترنت، ودي ميزة تحتسب لوي. وفي النهاية مصلحة العميل هي الأساس. ممكن تكتب لي في التعليقات انت بتستخدم أنهي شركة وتجربتك كانت ايه، ونعتبر الفيديو ده كمرجع لينا علشان نعرف مين الأفضل بالنسبة للمستخدمين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من معلومة وحكاية. وبس كده، سلام. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.